السلام عليكم متابعاتي العزيزات. اليوم غادي نشارك معكم غريبة زوينة بزاف غتحتاجيها في المناسبات والأعياد. وبلا طول مقدمات يلا بينا لوصفة اليوم. المقادير اللي غنحتاجوهم هما كاوكاو اللي كنصهدوه شوية وكنطحنوه، والزنجلان اللي كذلك نفس الطريقة، كأس مملوء من الزيت، كأس مملوء من السكر، الكوك اللي كنحمروه مزيان واختياري انه يكون ملون. الكونفيتور غتختاري النكهه اللي بغيتي، انا اختاريت نكهه المشمش. زوج ديال البيضات، سكر كلاصي للتزيين، سكر بنكهه زهره البرتقال، تقدري ديري النكهه اللي عجباك بحال الزهر اولا الفانيلا، الاختيار كيبقى ليك. غنحتاجو كذلك ساشيه من خميره الحلويات، قبيصه ديال الملحه، وشويه تاع الماء تاع الزهر. كانوا هادو هما المكونات ديالنا. اذا يلا بينا على طريقه التحضير. غنفقسوا البيض ديالنا بهذه الطريقه هذه اللي كتشوفوها، وغنبداو نزيدوا عليها المكونات بالتدريج وحنا كنخلطوا. السكر، الزيت، السكر بنكهه زهره البرتقال، ونبداو نحركوا بحال هكايا بسرعه باش يتجانسوا لينا المكونات. كل شويه كنزيدوا مكون وكنبداو نحركوا عاوتاني، بحال دابا زدت المربى. نحاولوا اننا نطربوا مزيان باش المكونات ديالنا يتجانسوا. نزيدوا الكوك ديالنا، من بعد نبداو نزيدوا المكونات الجافه، نبداو نخلطوا بايدنا حتى يبان لينا الخليط بحال هكا ولا كيبان لينا عجينه ويتجمع لينا. من بعد ما تجمعت لينا العجين ديالنا بهذا الشكل هذا، كما كتلاحظوا الملمس ديالها طري بزاف، كنبداو نكوروها بحال هكا بهذا الشكل هذا. وكندهنوها بالمزهر بهذه الطريقه هذه. من بعد ما كندهنوها بالمزهر كنمرمدوها بالسكر كلاصي بحال هكا بهذه الطريقه هذه حتى نكملوا الكميه ديالنا. كما كتشوفوا الكميه ديالنا كملات، وغندخلوها دابا للفران. من بعد ما دخلت الفران شوفوا الشكل ديالها كيفاش كتجي مشقه بحال هكايا، اللوين ديالها زوين وكتجي مشقه وكتجي معلكه بزاف. شوفوا لاحظوا لهنايا كيفاش كتجي معلكه، كتجي معلكه وكتذوب في الفم، كتجي واعره ميمكنش ليك توصفيها. كانت هذه هي الوصفه ديالنا، نشوفكم على خير.